5 استراتيجيات تخليك تحكم نفسك واللي حواليك بسهوله. ازاي؟ بونو. اول استراتيجيه وهي استراتيجيه الاسد والثعلب. بيقول لك ايه بقى؟ الامير لازم يكون زي الاسد، يضرب وقت ما الخطر يجي. الثعلب يعرف يهرب من الفخ قبل ما يتحط. يعني ايه؟ يعني قوتك من غير ذكاء تهور، وذكاء من غير هيبه تهريج. المعادله انك تبقى طيب بس مش مستباح. الشغل مثلا اضحك بس حط حدود. في العلاقات اسمع بس ما تنفذش غير بعد ما تفكر. الاستراتيجيه الثانيه، الشكل اهم من الحقيقه. الناس مش دايما بتدور على الحقيقه، بتدور على الصوره. فميكافيلي قال ايه؟ خليك طيب في العلن وحاسم في السر. الناس هتشوفك ملاك بس لو غلطوا فيك يندموا. تعملها ازاي؟ خليك متحكم في صورتك قدام الناس وما تشرحش كل حاجه، سيبهم يخافوا شويه. تالت استراتيجية، الخوف ولا الحب؟ الحب اختيار بس الخوف غريزة. الحب بيجي ويمشي بس الخوف بيفضل في الذاكرة. لو ما قدرتش تجمع الاثنين خليهم يخافوا منك بس من غير ما يكرهوك، يعني بمعنى اصح يحترموك. يعملها ازاي بقى؟ لما تقول لا قولها بهدوء، ما ينفعش ترجع فيها، وسيب خط احمر حتى لو ما تتكلمش كتير. رابع وخامس استراتيجية هتلاقيها على البرنامج الاحمر. وبس كده.